قلت اعطوني سيارتي وخلوني امشي بس تحاسبني. مركبات افترشت الأرض واحتضنتها أشعة الشمس، وكان الغبار لها غطاء. ملف تطوير حجوزات المركبات المخالفة في مكة المكرمة معلق بين إدارة المرور وأمانة العاصمة المقدسة، ومركبات المواطنين والزوار هي الضحية. هنا تقبع مركبات حجزت لظروف معينة لترمى فوق بعضها البعض بشكل عشوائي لا يليق بمكانة مكة المكرمة، ناهيك عن سلسلة الضياع التي لا تنتهي عندما تبدأ في البحث عن مركبتك. هذا إن علمت أساسا في أي موقع حجزت. ساعات ما تدري فين راحت، يعني في أي موقف، فتجلس تسأل كم واحد يقول لك الموقف هذا، واحد يقول لك الموقف هذا، فتضطر طبعا تركب تاكسي وتروح الموقف وتجلس طبعا تدور، ما تعرف اللي عند البوابه بس اللهم تدفع لهم ال50 ريال عند الخروج، ما لهم صلاح، تقعد انت تدور لحد ما تحصلها وتجي مخرجها وتدفع لهم الفلوس. الحجوزات هذه اول شيء يبقى لها مناطق معينه معروفه، زي عندك اول شيء حجز المنصور تحت كبر المنصور، لا هو مكان مؤهل ولا المعتمر، حتى اهل مكه ما يعرفوا يطلعوا المكان. وبعد رحلة بحث طويلة تكاد لا تجد فيها المركبة، تتفاجأ بوقوع بعض التلفيات في المركبة أثناء عملية سحبها، لتبدأ هنا رحلة بحث أخرى لتقتص الحق من المتسبب في إتلافها، ولن تجد. صراحة فوق بعض، ولا يقول لك في حجز القشلة وأحيانا يقول لك حجز مسخوط، وتدور أنت بنفسك وتتصل على المرور، ما في ترتيب ما في نظام، وأحيانا على حسب الونش اللي يشيل لك، أحيانا يعدم لك صدام يعدم لك رفرف، ولا تقدر تحاسب أي أحد ولا تعرف من اللي شالها ولا شيء. سيارتي 3 مرات تنسحب، مرة انسحبت لقيتها في حجز القشلة، ومرة الثانية انسحبت في جبل النور لقيتها، فجيت ادور على السيارة ما لقيت، رحت في مسخوطة قالوا لي مين عندنا السيارة، فاضطريت ارجع لنفس المكان اللي انسحبت منه السيارة وادور حقون الونشات عشان اسألهم سيارتي هنا كانت فين القاها، رحت القاها في المكان الفلاني، وتهجولت بعد الدوام و3 ساعات 4 ساعات وانا ادور. الحمد لله لقيتها سليمة، لكن فيها مخشي من الصدام تحت، فكلمت قال هذا مو مننا وهذا مدري، قلت اعطوني سيارتي وخلوني امشي بس تحاسبني. الحلول يسووا مواقف حتى لو بالفلوس، مواقف خلاص، على اساس انه الواحد يوقف المواقف، خلاص زي موقف المواقف خلاص هو يتحمل باجر رمزي ولا شيء، يدفع فلوس لو بالهلال هذا اللي سووه دحين بالماكينه واي شيء، يعني هذا حل افضل حل.